أسعد الله أوقاتكم أحبائي بكل خير. الجماعة طلبوا من عندنا شلون نطلع الكاشية بسافل الأخير، يعني شلون نشتغل كاشية من فوق وإحنا نازلين. بالنسبة للليزر، إذا عندك ليزر راح يطلع لك ال 360 درجة، وإذا ما عندك ليزر بصندة الوزن يعني على الشغل القديم. بس يكون أفضل إذا يعني كان عندك ليزر، أفضل يعني بعملك يكون أحسن بهواية. فإذا ملاحظين الخط مال الليزر هذا هنا بارود، يعني مو على تحديد شلون مكان، يعني تقعد الليزر على أي شيء، ناصي عالي ماكو مشكلة، على مود نطلع قياس السقف. فنجي هنا على أول مرحلة، نجي هنا من السقف نقيس هاي الزاوية. مثلا هنا زين عندنا، تعال هنا أبو علاء، هنا عندنا ويا الليزر 190 ويا خط الليزر. نجي على الضلع الوراء، يعني الزاوية الثانية، نقيس الضلع هم على خط الليزر. هنا هم عندنا تقريبا 190، فهذا من هنا الحائط عدل ما عندنا فيه مشكلة. السقف يعني السقف، عدالة السقف هنا مضبوط 100%. نجي على هذا الزاوية الثانية، تعال تصور. هذا الخط مال الليزر هم 190 يقرأ، مبين خط الليزر عندك مو؟ ايه بابوس. ونجي هنا على هاي الأخير زاوية اللي هو هذا. هنا عندنا 191، فالسنتيم ما بي تأثير، يعني ماكو مشكلة. فهذا السقف تقريبا شيء على شيء عدل، ما بي مشكلة. فنشتغل هنا، تعال يمي شوي. من نجي مثلا احنا عندنا الخمس كاشيات او الست كاشيات متر و80، نطلع المتر و80 من السقف، يعني نقيس من السقف متر و80. هذا المتر و80 ايش قد ننزل من المتر و80؟ 3 سنتيم، يعني نقيس من السقف للكاشي التطبيق مالتنا، يعني متر و80 اللي هو يعني تقريبا يطلع 6 كاشيات، لان يعني الخمس كاشيات متر ونص، وينضاف له كاشيه يصير 6 كاشيات. وننزل من عنده 3 سنتيم. ليش ننزل 3 سنتيم؟ على مود هذا 3 سنتيم نزلناه مال الحلول، يعني اذا المليمات اللي ينصعدهن راح يجي ويا السقف 100%. فهذا صار وزننا. من هذا المكان بعد راح نحسب. شلون راح نحسب؟ عندنا ازاره اللي هو الازار الاصبع، ازار الاصبع والنقشه. عندنا هذا الازاره اللي هو 2 سنتيم، يعني ايش قد راح ننزل؟ احنا عندنا خطين ازاره، راح ننزل 4 سنتيم. منين ننزل 4 سنتيم؟ من ال 183. هاي ال 4 سنتيم نزلناه. النوب نجي نقيس من ال 4 سنتيم اللي نزلناه، نقيس 90. هذا ال90. تعال يمي. احنا بعد النقل ماجيك موجود، بس يعني جاي يصور ابو علاوي وانا هم جاي اشرح لكم، يعني مو مال. ايش قد صفى عندنا هنا للقاع؟ 50. يعني عندنا كاشيه راح تشتغل 30 و20 سنتيم القصه جوا. فبهاي الطريقه تضبط الشغل مالتك. اذا كان عندك راس عالي، يعني مثلا اذا هنا نقرا 193 او 194، بعد انت مالك علاقه، انت تشتغل على 190. ليش تشتغل على 190؟ لان السقف منا نازل ومناك مرفوع، فلما بيض شيء يعالجها.
فبهاي الطريقة اللي يكون الكاشية من فوق 100% وبدون أي مشاكل، يعني يقعد عندكم الكاشية مضبوطة ومحترمة. فالجماعة طلبوا من عندي هذا الفيديو، يعني إن شاء الله يكون شرح صحيح 100%. وهذا إن شاء الله هم راح نكمله ونصور لكم إياه. تحياتنا لكم، أخوكم أبو عباس، في أمان الله.